السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير يا رب، اللهم امين يا رب. النهارده هنعمل مع بعض كيكة الزبادي. كيكة سهلة وجميلة قوي، هتحبوها جدا. اول حاجة هنبتدي نعمل لها سيرب، كوباية سكر وكوباية مية. هديها تقليبتين كده على البارد قبل ما احطها على النار، وهحط معاها عصرة نص ليمونة، وخمس دقايق او 7 دقايق اطفي على النار بعد الغليان. طبعا مهدي، ما بعدهاش اكتر من كده عشان ما يسكرش تاني. المقادير معايا: كوبايه سميد المواد الجافه، كوبايه سميد بسبوسه، وكوبايه دقيق متعدد الاستخدام طبعا منخول، ومعاه معلقه بيكنج باودر كبيره، وذره ملح. دي نص كوبايه جوز هند مبشور ناعم. هنقلبها مع بعض المكونات الجافه دي مع بعض في الخلاط. هنحط 3 بيضات معاهم ذره فانيليا، او لو عندك الفانيليا السائله نحط معلقه، وطبعا معلقه خل عشان زفرة البيض. معانا كوبايه لبن حليب، كوبايه زبادي. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. ننزل الزبادي واللبن والسكر، حوالي نص كوبايه سكر حبيبات عادي، وبعد كده هنزل عليها كوبايه الا ربع زيت. طبعا زيت طعام ملوش اي ريحه عشان ما يعملش ريحه في الكيكه. وهنزل معاهم الفانيليا دي حلوه قوي، موفره عن اللي بتبقى في الباكت. هنضرب المكونات دي كلها في الخلاط كويس قوي قوي لحد ما تختلط مع بعض وتبقى ناعمه. طبعا الصينيه انا بوريها لكم، انا دهنتها بماده دهنيه، سواء زبده بطنتها بيها او زيت اللي عندكم. هصب السائل، الماده السائله اللي احنا عملناها، الخليط السائل على الدقيق، وهنقلب كويس قوي. طبعا الفرن شغال عندي ومسخناه كويس. هبتدي اقلب المواد السائله مع الجافه لحد ما يختلطوا مع بعض كويس قوي. كل ما بتقلبي فيها بتبيض وبتبقى هشه وحلوه، تديكي نتيجه كويسه قوي. طبعا ما ننساش ذره الملح اللي انا قلت لكم عليها، ومعلقه البيكنج باودر. كل ده انا مقلباه مع الدقيق عشان ما ننساهوش. وطبعا معلقه الخل بتتفاعل مع البيكنج باودر عشان تخلي الكيكه حلوه وهشه معاكي. انا نزلت الخليط بخبطه خبطتين كده في قلب الرخام وادخله الفرن. طبعا زي ما انتم شايفين طلعت معايا. اول ما طلعت بيكون السيرب بارد، بسقيها بالشربات كله، بنزل عليها الشربات. طبعا انت وراحتك، حابه تقللي كميه السكر، حابه تقللي كميه الشربات معاها زي ما تحبي. هتنزليها كويس قوي كده، هتسقيها كلها وتغطيها بالطريقه دي. وما تهدى شويه نبتدي نقطعها. ممكن تنقليها، عايزه تزينيها بجوز الهند، عندك مكسرات، عندك الخير كله يا رب. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش لايك وشير وكومنت. ما تنسيش فعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بتمنى لكم السعاده من كل قلبي. بتمنى ان انا اشوفكم في احسن حال باذن الله. ما تنسوش بدعوه حلوه وكومنت حلو. بيسعدني كل تعليقاتكم الجميله. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. جربوا الوصفه واستنى كومنتاتكم. بصراحه كيكه الزبادي دي من اروع الكيكات اللي ممكن تعمليها، حلوه او خفيفه. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يحفظكم ويحفظ بيوتكم يا رب بالخير، ويجعلها عامره بالخير يا رب، اللهم امين يا رب. وبألف هنا وشوفها عليكم يا حبايب قلبي. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا لي عليها، تقولوا لي ايه رايكم في كومنت. لو عجبتكم لايك وشير. متنسوش تفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.